النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. انا هنا الاول بسرعة كده في الحي ال15. ركزوا معايا كده، العمدان اللي موجودة دي احنا هنتكلم النهاردة بقى عن ايه؟ عن سحب قطع اراضي الاحياء اللي عدى على محضر الاستلام بتاعها 5 سنين. موضوع شاغل الكل الفترة دي. احنا اكتر حاجة دلوقتي شاغلة الناس والناس بتصل عليها كتير. احنا في الحي ال13، احنا في الحي ال15، احنا في الحي ال29. احنا هنروح فين؟ احنا هل القطعة بتتسحب بجد ولا لا؟ طب انا لسه ما بنش، طب انا ما شطبتش، طب انا اعمل ايه او اوصل لايه؟ ولو انا قطعة الارض بتاعتي اتسحبت، اروح فين واجي منين؟ اتواصل مع مين؟ كل ده هنتكلم فيه عن النهارده في الفيديو بتاعنا. الاول ما حطش لايك يحط لايك، اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها، اللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو ينزله جديد. لو بتتابعني على الفيسبوك تعالى لي على قناه اليوتيوب العاشر من رمضان مع ايناس. لو بتابعوني على اليوتيوب تعالوا لي على قناه الفيسبوك. حطوا لايك عشان شايفاكم ما حطوش اللايك اهوت. حطوا لايك واشتركوا في القناه. يا ريت تعملوا شير الفيديو عشان كل الناس تستفاد زي ما حضراتكم استفدتوا. احنا النهارده هنتكلم عن سحب قطع الاراضي، وكمان نزل الفتره الاخيره بعض الصور للحي ال11. ودي مش صور مفبركه ولا اي حاجه، دي صور حقيقيه، وانا شفت الاماكن دي وناس بعتولي وناس سحب قطع كلموني في الحي ال11. يعني ده حقيقي اللي احنا بنشوفه ده، ايوه دي صور حقيقيه من الحي ال11. بعض المجاورات، مش كل المجاورات اتكتب فيها. طيب هم عايزين معانا ايه، او احنا نعمل ايه، او نوصل لايه؟ انتوا كنتي بتقولي الاول بسرعة اللي ما بناش يبني قبل ما ال5 سنين بتوع المهلة المباني بتاعته تخلص وبدوك سنة سماح. طب احنا بنينا وسيبنا قطعة الارض بتاعتنا مبنية، طب نعمل ايه تاني؟ هنتكلم عن الاحياء اللي هي المفروض نعمل فيها ايه دلوقتي، وفي اخر الفيديو كده هنتكلم عن الاحياء المفروض هنعمل فيها ايه بعدين. وهيبقى في فيديو النهارده نازل، وان شاء الله في فيديو بكره هينزل عن تكملة الموضوع للاحياء الغربي. بس النهارده هتكلم عن اكتر حيين، او المشكله كلها دلوقتي موجوده في حي 11 و13 و15. لان التلات احياء دول عدى على فتره او محضر الاستلام بتاعهم 10 سنين، مش 5 او 6 سنين اللي هي فتره السماح للمباني. فانت بنيت، طيب في قطع اراضي في الاحياء ديت حقيقي فعلا لسه ما بنتش. وضعها ايه؟ وضعها انها اتسحبت. انا حد كلمني بس كان عنده قطعه في الحي 11 من شهر بالظبط ونص، وممكن يكون سامع الفيديو، قالوا الحقيني انا قطعه الارض بتاعتي اتسحبت. قلت له طب انا اعمل ايه؟ انت كنت فين حضرتك؟ إيه؟ طب انت ما رحتش الجهاز ليه؟ انا رحت الجهاز وقالوا لي كذا وكذا وكذا. قلت له طب اطلع اعمل اللي هم قالوا لك عليه، اجري في الاجراءات واجري في الورق وروح المصلحه اللي قالوا لك روح فيها. طب انا هينفع اخدها؟ لا اما قالوا لي هتاخد مثلا بسعر بسعر الارض الجديد، بالسعر الجديد. قلت له والله خليك معاهم الاول في كل الطلبات بتاعتهم والورق اللي هم طالبينه منك، او الاماكن او المصلحه اللي انت هتروحها، وبعد كده شوف هتوصل معاهم لفين. الناس هناك محترمه وفي التعامل كويس قوي، بيفيدوك بيجيبوا لك من الاخر. انت مش هتبقى قطعه الارض بتاعتك او البيت بتاعك زي البيوت اللي اتسحبت في الحي ال11 واتكتب ملك للجهاز دي. مش هتروح لهم هم هيقفلوا عنك، يعني مش هيردوا عليك، لا هتروح وان شاء الله هتلاقي حل. وشوف انا بقول ايه، هتلاقوا حل مع الجهاز. بس انا مش بتكلم دلوقتي عن الاراضي، انا بتكلم عن مثلا البيوت اللي اتسحبت. طب ايه هي البيوت اللي اتسحبت دي؟ البيوت اللي اتسحبت دي يعني بصوا، حاجه عمدان مش صابب السقف بتاع الدور الاول وسايبه، بدرومه مش بنيه ومش مكمله، يعني مفيش بوابه، مفيش واجهه متشطبه، مفيش بوابه، مفيش واجهه متشطبه زي شايفين ده. انا في الحي ال15 ده، شايفين القطعه دي؟ اول ما ينزلوا الحي ال15 يتكتب عليها ملك الجهاز. لو صاحبها ما جريش وخلص اجراءاته وخلص سوري مبانيه، يعني القطعه دي يحط السقف، اللي حط السقف دي يحط بوابات ويخلص الواجهه. هو مش مطلوب منك اكتر من دور دلوقتي. هو ما طلبش الجهاز، ما طلبش منك اكتر من دور. في امكانياتك اعمل دور، ابن الدور وشطب، شطب واجهتك وحط بوابتك والدنيا معاك تمام. لكن ادخل الف حي زي دوت الجهاز، ادخل اهو دخلوا لف حي لقوا كله فاضي. طب فين حضراتكم بتوع استثمار؟ طب تعالى احنا اولى بقى بيها. اه والله ده اللي اكيد ايه ده، انتوا فين؟ انت بقالك 10 سنين واكتر دلوقتي وحضر استلامك منتهي، ليه ما بنتش؟ وهو اول حي الحي ال11 ما شاء الله. الحي ال11 لان كان اخر مهلة كانت لي 2014 بتهيألي في المباني، او تاريخ محضر استلامه كانت بين 2014. انا مش فاكره، او كل واحد يبص في محضر الاستلام بتاعه. انا في الحي ال15 كانت 2019 معايا بتهيألي. برضه هروح ابص على محضر الاستلام بتاعي. بس انت معاك
اخر يعني انت مستلم محضر استلام 2019، خدت 5 سنين سماح وبيديك سنه كمان، وبعد كده مش بيدي حد سماح. او هما ما كانوش يتكلموا اصلا قوي من الاخر، ما حدش كان يتكلم. كان بيقول لك ايه بقى الجهاز، كان بيقول لك ايه او الموظف كان يقول لك إيه عدى عليك 5 سنين وفتره السماح بتاعتك خلصت في المباني بتاعتك، لازم تبني. ما بنيتش الارض تتسحب. طب انا بنيت، عدى عليك 10 سنين اهوت، انت زي ما شطبتش الواجهه وسايب البيت كده، جارك بتأذي منك. ما نيجي نتكلم للجد، لان لو في جار ليك بيبقى مشطب وحد دخل هيعدي لمته، فانت اقفل على بوابتك. هما مش عايز منك حاجه غير ان انت تقفل بوابتك وتشطب واجهتك. ده المطلوب دلوقتي وده اللي سمعناه دلوقتي. طيب القطع اللي في الحي 11 اللي اتسحبت يعني، طب احنا القطع بتاعتنا اتسحبت مش الفاضيه. انا مش بتكلم على الفاضي دلوقتي خالص، لان الفاضي كده كده اوريدي اتسحب. انا بتكلم عن القطع اللي حاطه فيها عمدان بدروم، اول من غير سقف، اول مثلا، وبرده ما فيش بوابات ولا اي حاجه. هتشوفوا الصور كلها على المنتدى، انا منزلها على المنتدى ومنزلها عندي على صفحه الفيسبوك. القطعه دي اعمل فيها ايه؟ طب اتكتب عليها ملك الجهاز. انت عارفه يعني ايه ملك الجهاز؟ يعني حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره قوي. بس روح الجهاز لما يقفل الباب في وشك يبقى اقول إيه، ما سمعوش لينا او ما وصلناش لحل مع بعض. اطلع روح على الجهاز، ما تسمعش كلامي ولا كلام غيري ولا كلام اي حد ولا تدي فلوس لحد، عشان اليومين دول طب في حد ياخد فلوس ويخلص لك يا حضرتك؟ مفيش حاجه بتخلص. القانوني حاجه قانونيه بتخلص، غير كده مفيش حاجه بتخلص. طب الحل اروح فين؟ حضرتك تاخد بعضك وتطلع على الجهاز. هناك لو خدمة المواطنين والموظفين هناك والدنيا تمام خالص، هتسأل على اللي انت عايزه وهيقول لك هتعمل ايه، هيقول لك الدنيا هتبقى معاك ايه. هيديك فرصة، ركزوا بقى في الكلام اللي بقوله ده، هيديك فرصة ان انت بسرعة شطب واجهتك، ولا تعالى هنتكلم، ولا روح في مش عارفة فين، ولا اعمل ايه. هيديك كل حاجة وانت واقف، هتعرف الدنيا ماشية ازاي. لكن تسمع كلام حد، احنا ذات نفسنا بناخد كلام من موظف، تسأل حد ممكن موظف تاني ما يكونش عنده درايه اكتر يديك كلام غير الكلام الاولاني. فانت حضرتك صاحب الحاجه وصاحب الشأن، تطلع على الجهاز مش بعيد عنك. عملت اوكي لحد انت مسافر، اطلع برضو الجهاز مش ماهوش بعيد عنكم. طب انا باني ولسه ما جاش ليا مثلا على قطعه ارض، او لسه ما نزلش الحي بتاعي، انهض بسرعه، شطب واجهتك وحط بواباتك والدنيا معاك تمام. لحد دلوقتي الدنيا تمام. احنا ما هنعرفش بعد كده يقول لك لازم تسكن ولا ايه. بس طبعا اكيد ما فيش الكلام ده. وهو ما بيفرضش عليك 4 ادوار. حتى لما قال لك في تنازل اليومين دول، في تنازل كتير، قال لك ابني دور واحد بس ينفع للسكن، وشطب واجهتك وحط بواباتك وتعالى اعمل التنازل. بتسلمي الاول بعد كده التنازل، يعني تعالى تنازل. ما عقدش ليك الامور ولا قال لك اي حاجه، بقى التنازل عادي خالص والدنيا تمام. فانت كده كده اوريدي اصلا لو انت شاري من حد تاني وعايز تخلص من الفيلم دوت، لازم تشطب عشان تعمل التنازل بتاعك كمان ويبقى القطعه باسمك. والتعاملات كلها بدل ما تدور على الملك او بالتوكيل بتاعك والتوكيلات واقفه، لا يبقى انا عندي اختصاصاتي في كل حاجتي، يبقى القطعه بقت بتاعتي. ده كده الاحياء الهين 13 و11 و15. اكتر حد ينهض نفسه دلوقتي الهون ال11 ال13 وال15. هما نزلوا 11 بعد المجاورات، في لسه بعد المجاورات التانية هينزلوها. فانهض نفسك يا اللي في ال11 يا اللي في ال13 واللي في ال15، على ما يقولكوا يكون انتوا خلصتوا وشطبتوا. طيب الحي ال11 اطلع على الجهاز اللي اتكتب على ارضه ملك الجهاز، اطلع على الجهاز، اطلع على الجهاز. لان انا اللي كلمني قال انا انسحب مني كذا كذا واعمل، قلت له اطلع على الجهاز. قال طلعت على الجهاز، قالوا لي اعمل كذا كذا، قلت له اعمل زي ما هم قالوا لك وخليك معاهم. مش هقفل من مره واحده، لا ده انا هيبهدلوني، لا ده انا هعمل، ده انا مش قادر، ده انا مش عارف، لا خليك مع الجهاز. طب كده نتكلم بقى على ايه بقى تاني؟ طب ماشي انت خلصت دول. طب حضرتك الحي 22 23 24 25 ده هيبقى في فيديو لوحدهم لان هم لسه قدامهم فرصه كويسه. طب الاحياء الغربيه مثلا نتكلم على مثلا حي 26 و28 29 30. الثلاث احياء الاربع احياء دول، حي 26 مميز، 28 اللي هو 279، الحي 29 والحي 30. الوضع فيهم ايه ولا احنا هنوصل لايه؟ حضرتك شوف انت ما شاء الله، روح بص كده في محضر استلامك، شوف انت مستلم بقالك فتره قد ايه. كان في حد كلمنا عن حي 29 بس انا والله ما فاكره محضر الاستلام بتاعه قد ايه، بس بقاله دلوقتي بيتهيألي فتره، بقاله 6 سنين اهوت. الجهاز عمل ايه؟ ما عملش ليك اي اجراءات بصراحه. الناس محترمه لحد دلوقتي قوي. ان كان 26 28 29 30 في قطع اراضي لسه فاضيه، ونسبه اراضي فاضيه كتير، يعني مش حاجه قليله. وما فيش اي اجراء لحد دلوقتي. هو قال لك قال لك ايه بقى؟ نزل كده وقال معاكم من حي 26 حي 28 حي 29 حي 30 معاك ل1/4/2025 تكون بانش وحده. اكون باني ايه؟
الاربع ادوار يا جماعه ركزوا، مش لازم تبني الاربع ادوار، دور واحد بس. ما حكمش عليك وقال لك لازم تبني لي الاربع ادوار وتشطب الاربع ادوار، لا، قالوا لك ابني دور واحد بس لحد ما قدرتك تيجي في التاني والتالت والرابع، بس تبني دور، ما تسيبش قطعه الارض بتاعتك فاضيه كده عشان هتسحب منك. طيب الحي ال 32 و 33 قال لك 1/9/2025 دي فتره اخر فتره للمباني. طب في ناس بتقول لي ابني بعد 1/4/2025، هتفرق في ايه من 1/4 ل 1/3؟